مره وانا قاعد لا بيا ولا عليا، لقيت حد بيرن عليا وبيقول لي: يا دكتور، هو بلم البيضة النهارده لقيته من غير قشطة، اعمل ايه؟ توقعوا ايه المشكله؟ كوبايه الكابتشينو وركز مع بيطرين. الشيلز ايج او البيضه اللي من غير قشر، ودي يا سيدي عباره عن البيضه نزلت بالقشره الداخليه من غير القشره الخارجيه بتاعتها. والمشكله مش مشكله نقص كالسيوم بس، البيضه بيدخل في تكوينها عناصر وفيتامينات كتير زي الفوسفور، فيتامين دي 3، والكالسيوم وعناصر غيرها كتير، والاختلال فيها او النقص فيها بيؤدي لخلل في تكوين القشره الخارجيه. وساعات برضو ممكن يحصل خطأ في المصنع، يعني البيضه تنزل من غير تشطيب. مش فاهم حاجه؟ تعال اوضح لك. اليوترس او الرحم، وده الجزء اللي من الفرخه اللي بيكون 95% من قشره البيضه، وممكن البيضه تستعجل وتنزل من غير اذن اليوترس، والسبب الاغلب الناس مش بتلاحظه هو الحر. والنتيجه لكده الكليه بتبدا تشتغل وتطلع الكربونات اللي داخله في تكوين قشره البيضه. وللاسف الحراره مش المتهم الوحيد عندنا كذا مرض تاني زي الانفكتشس برونكايتس والاكدروب سندروم والانفلونزا الطيور وامراض الرئه وغيرها كتير. والحر ده بيخلي الفرخه تفقد ثاني اكسيد الكربون بزياده، وده طبعا بيأثر على الدم ويخلي حموضته تقل، وكل دول بيخلوا قشرة البيضة ضعيفة أو لينة أو مش موجودة خالص. وكده عرفنا ليه البيضة بتنزل من غير قشر. تعالى قول لنا بقى، عمرك شفت بيضة من غير قشر؟